السلام عليكم، يا اهلا وسهلا، يا رب تكونوا بخير. النهارده ميعادنا مع التحدي ال11. ما شاء الله كسرنا رقم 10، داخلين في تحديات اكتر واكتر. اتمنى ان انتوا تكونوا ملتزمين بالتحديات اللي فاتت. لو انت ملتزم اي تحدي من التحديات اللي فاتت لحد النهارده، ممكن تسيب لنا في التعليقات وتقول لنا ملتزم بأنهي تحدي، واي تحدي له تأثير كبير جدا على حياتك لحد النهارده. وبرده ما تنساش تسيب لنا رأيك واقتراحاتك في التعليقات لو انت حابب ان انت تقترح اي تحدي من التحديات اللي احنا نعملها الفترات الجايه. ولو انت لسه ما اشتركتش في القناه، ممكن برضه تشترك في القناه. ولو عجبك التحدي ده او التحديات الجايه، ما تنساش تسيب لنا لايك. ويلا بينا ندخل في التحدي ال11، وهيكون تحدي قوي جدا ومهم جدا ومفيد جدا 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 في حياتنا، وهو تحدي قراءة سورة البقرة يوميا خلال ال7 ايام اللي جايه ان شاء الله، بدايه من الخميس اللي هو هيبقى بكره يوم 10 نوفمبر. طبعا قراءه سوره البقره مهمه جدا جدا جدا، وفضلها كبير جدا جدا، زي ما ورد في صحيح الامام مسلم قوله صلى الله عليه وسلم: اقرأوا سوره البقره فان اخذها بركه وتركها حسره ولا يستطيعها البطله. والبطلة هنا هم الناس أصحاب البطالة والكسل وهكذا، اللي بيتقاعسوا وبيتأخروا عن قراءة سورة البقرة. والصراحة اللي شجعني جدا جدا إن احنا ناخد التحدي النهاردة، أنا ما كنتش مخطط إن احنا هنعمل تحدي ديني المرة دي، ولكن اللي شجعني الرسالة اللي جات لي دي. بالاضافه كمان ان انا كنت بتكلم مع اختي النهارده، فشجعتني اكتر كمان على قراءه سوره البقره، وكمان هي اللي ساعدتني في كتابه سكريبت الحلقه دي، فشكرا ليكي طبعا يا دكتوره. وفوائد سوره البقره كتيره جدا جدا جدا، اكتر من ان احنا نقدر نحصرها في الفيديو ده، خاصه كمان ان انا تعبان مش هقدر ان انا اسجل كل حاجه او ان انا اقول كل حاجه عن فضل سوره البقره. ولكن ان شاء الله نحاول بقدر الامكان ان احنا نسجل فيديو في نص الاسبوع ولا حاجه نذكر بفضل سوره البقره ونذكر بالتحدي. ولكن خليني برضو اقول حديث تاني. برضو ورد حديث سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بيقول: لا تجعلوا بيوتكم مقابر، ان الشيطان ينفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة. وكمان من فضل سورة البقرة وجود اعظم آية في القرآن، وهي آية الكرسي، اللي الحديث بيقول: من قرأ آية الكرسي دبر كل صلاة مكتوبة لم يمنعه دخول الجنة الا ان يموت. فان شاء الله هيكون هو ده التحدي بتاعنا الاسبوع ده، اللي هيبتدي من اول بكره يوم 10 نوفمبر. هنحاول بقدر الامكان ان احنا نحافظ على قراءه سوره البقره يوميا. ممكن تقسمها على مرتين، مره الصبح ومره بالليل، كلها هتاخد منك حوالي ساعه بالكتير. فنحاول بقدر الامكان ان احنا نلتزم بالتحدي، نحاول ان احنا نذكر اصحابنا ونشجع اصحابنا ان هم يقراوها برضو، نحاول ان احنا نعود نفسنا ان احنا نفضل نقراها على طول، ونحاول ان احنا ناخد نيات كتير جدا واحنا بنقراها. نية في التفريج عن كربات، نية في طلب الرزق، نية في البركة في الرزق، نية في الشفاء من أي مرض وأشياء من هذا القبيل. ناخد نيات، نتوكل على الله، نشجع نفسنا ونشجع أصحابنا ونشجع أهلنا وكل اللي حوالينا. وما تنسوش تسيبوا لنا رأيكم في التعليقات في التحدي ال11، وما تنسوش تشتركوا في القناة وتسيبوا لنا لايك لو الفيديو عجبكم. ونشوفكم على خير في تحدي جاي إن شاء الله، والسلام عليكم.